تعالوا النهاردة نعمل مع بعض طواجن المكرونة زي ما انتوا شايفين. اول طاجن باللحمة المفرومة، والطاجن التاني هتتفرجوا عليه في الفيديو. اساس الطواجن الصلصة، لازم نعمل شوية صلصة صح. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الصلصة انا فرمت 1.5 كيلو من الطماطم كده، حطيتهم في الحلة، لسه ما ولعتش عليهم البوتاجاز. معلقة ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، مكعب مرقة دجاج زي ما احنا شايفين اهو. وهنزل عليهم كمان بمكعب زبدة، وهنزل عليهم بكيس صلصة، واسيبهم بقى على البوتاجاز على العين التانية. ويلا بينا نشوف هنعمل بقى العصاج بتاعنا ازاي. مكعب زبدة وشوية زيت، ونزلت عليهم بقى بكمية من البصل كده. انا فرمة شوية بصل وشوية فلفل في الكبة وسايباهم كده على جنب. واحط عليهم الملح والفلفل الاسود ومكعب مرق الدجاج بالشكل ده كده. انا النهاردة هعمل نوعين من العصاج. النوع الاول هعمله باللحمة. هنزل بقى بقطعة اللحمة كده بعد ما البصلة بتاعتي اتشوحت كده، واحاول افككها كده بالشكل ده. ماشي مع بعض اهو خطوة خطوة عشان نعمل العصاج. لو مش حابة تحطي فلفل سبايسي في قلب العصاج ما تحطيش، حسب الرغبة. انا حاطه قرن فلفل شطة والباقي رومي. بالشكل ده كده العصاج بتاعنا خلاص دخل في السوا. ويلا بينا بقى هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا هعمل الطاجن الاول. بصوا بقى، هروح جايبه الطاجن كده وجايبه سن زيت فيه، واروح جايبه فرشه ودهنه. اهم حاجه تدهين الطاجن بتاعك بالفرشه بالشكل ده كده. وهنزل بقى بكميه العصاج دي معانا في الطاجن. الكميه دي انا لقيتها كبيره على الطاجن، بس هناخد منها شويه كده، وشويه التانيين هنعمل بيهم كده حركه في المكرونه اللي معانا. انا معايا كيسين من مكرونه القلم عشان نعمل بيهم النهارده 2 طاجن. بالشكل ده كده قلبت بقى المكرونه في اللحمه المفرومه اللي موجوده معايا كده، ونزلت كده على الطاجن بالمكرونه كده. هنزل بقى كده، بقت معايا شويه هنحطهم في الطاجن التاني. وادي الصلصه بتاعتنا كده جاهزه. هحط بقى الصلصه، لازم احط مع الصلصه ميه. فانا هحط شويه ميه سخنه. لو حطيت الصلصه بس كده مش هتطلع معاكي مظبوطه، لازم تحطي برضو ان شاء الله كده. شايفين بتاع نص كوبايه ميه. حطيتها كده وغطيتها بالفويل ورحت دخلتها الفرن. يلا بينا نعمل الطاجن التاني هنعمله في الصينيه كده. شويه زيت وزبده ومكعبات فراخ متقطعه كده شرايح صغيره. هشوحهم مع بعض كده. واروح بقى جايبه كمان التوابل بتاعتي النهارده. بهارات فراخ، فلفل اسود، ملح وكده. بهارات الفراخ ديت او عصاج الفراخ بتاعنا ده. بصوا كده تاخد تشميعة كده مع بعض. واروح نازله عليهم برضو بالبصل والفلفل اللي احنا مقطعينه مع بعض بالشكل ده كده. عقبال لما الفراخ بقى بتاعتي تستوي كده، لازم الفراخ بتاعتي تكون دخلت في السوا. بالشكل ده كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. انا هعمل المكرونه في الصينيه دي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شايفين كده خلاص الفراخ. واروح بقى نازله بالكيس التاني من المكرونه، والشويه اللي كانوا باقيين معايا اللي في اللحمه المفرومه حطيتهم كمان. وهنزل بقى بعصير الطماطم وكمان شويه ميه سخنه زي ما اتفقنا. وهنغطيها بالفويل وندخلهم الفرن. واتفرجوا بقى عليهم بعد ما يطلعوا بالشكل ده. هنقفلها وندخلها الفرن على الرف اللي في الوسط. بصوا طلع عامله ازاي المكرونه. الاتنين طاجن طالعين عاملين ازاي. عايزه اقول لك، شايفه انا مش عارفه، انا مش مقدمه لكم قدام ليه. استنوا بس بالشكل ده. شايفين عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم قبل ما اقلب الطاجن التاني هتشوفوا الصينيه دي هتعمل فيها ايه. خلصت وانا لسه ما قلبتش الطاجن التاني بالشكل ده كده. بصوا تعالوا بقى نقلب بقى الطاجن اللحمه، مكرونه باللحمه. وكده بقى الطواجن بتاعتنا سهله وبسيطه. بصوا لسه سخنه طالعه معايا عامله ازاي. سهله وبسيطه زي ما بقول لكم، وممكن تعمليها في البيت. دلوقتي الطاجن ده في اي محل كشري هتلاقي سعره مرتفع جدا. فانتي بتقدري تعملي بدل الوصفه وصفتين، من الفراخ من اللحمه. اتفضلوا بقى معايا.